السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ يا رب دايما تكونوا بخير. عارفين ده ايه يا حبايب قلبي؟ بابا غنوج. بابا غنوج يعني ايه بابا غنوج؟ يعني بتنجان وشويينه على البوتاجاز من فوق، وهشوفوا الطريقة ازاي مع شوية تتبيلة. اوعى وشك تحفة، اقسم بالله يا جماعة انا ما بقسمش بالله ابدا كده. اقسم بالله اللي هيدوقوا، يعني انا من ضمن الناس اللي ما بحبش البتنجان، تمام؟ يعني ما بحبش البتنجان، بس لما عملته بالطريقه دي خطير خطير خطير، حبيته جدا 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 جدا. طريقه جميله وسهله وطعمه، تاكليه كده حاف، مش محتاجه ان انت تعمليه جنب حاجه مشويه ولا فراخ مشويه ولا كفته ولا مشويات ولا الكلام ده كله. ممكن تاكليه جنب الفول والطعميه، ممكن تاكليه جنب شويه بطاطس، حاجه تحفه تحفه تحفه. طب تعالى اقول لكم ازاي. انا ما كنتش ناويه اصور، بس قلت لا اصور لكم يا حبايب قلبي. البتنجان تجيبيها طويله طول زي كده حبايب قلبي، عشان ما تبقاش مبزره وفيها بذر كتير، تمام؟ البتنجان تبقى طويله كده وسوده وجميله. القمع بتاعها ده اللي هو الفوق دوت بيبقى اخضر جميل كده، هو تعرفي ان هي طازه وبتلمع كده وجميله. تمام. غسلتها كويس ونشفتها وحطيتها على النار زي كده. حطيها على النار يا حبايب قلبي، مش مباشرة يعني عشان تستوي وما تتهريش ولا تتحرقش منك وتتبهدل. لا بصوا بقى، انا حطيتها على الشياطة بتاعت الايه، بتاعت الرز. لو عندك صاجة حطيها، ما عندكيش حطي الشياطة بتاعت الرز ومطيها النار عشان تستوي على النار هادية. تاخد وقتها مش مشكلة، عشان تبقى مستوية من جوه ومن بره، مش تتحرق من بره وتبقى من جوه نية. بصوا زي ما انتم شايفين كده اهوت. لو انت عندك فحم بقى وبتعملي مثلا مشويات والكلام ده كله، حطيها على الفحم يا حبايب قلبي. يبقى لو حطيناها على الفحم هتبقى طعمها حلو، لو حطيناها على البوتاجاز زي كده هتبقى حلو، لكن بلاش تحت الشوايه وفي الفرن البوتاجاز والكلام ده كله، مش هيعجبك طعمها، ده للامانه. بصوا بقى زي ما انتم شايفين انا بقلبها يمين وشمال، واوريكم ازاي بتتقلب يمين وتتحمر وعلى الجنب الشمال وعلى السيف ومن تحت زي ما انتم شايفين ومن فوق. هفضل اقلب فيها يمين وشمال. انا دلوقتي طبعا ايه هوريكم بعد ما عملتها من كل الجناب، عملتها على المقعده، تمام. انا طبعا ما لحقتش تقعد، بس انا بوريكي ان انا بعد شويه هقلبها كده تستوي من الجنب ده، هقلبها من الجنب ده تستوي من الجنب ده، وهكذا. اخليها كده ايه، اكنها كده بترقص كده على جمر من النار، تمام، لغايه ما تستوي خالص 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 وتبرد واقشرها. هنرجع برضو تاني نشوف بقى. طب الصوص اللي هنعمله يا حبايب قلبي مع بعض، احلى صوص بقى. لو انتم ملاحظين الكبه حمراء ليه؟ لان انا كان عندي فلفل احمر شطيطه وضربته فيها الحبه اللي هم على جنب، وهوريهم لكم. ماشي. يبقى مكانها عادي ما غسلتهاش، مكان الفلفل، لان كده كده هنحط فلفل. فانا ضربت الفلفل وركنته على جنب. ربع كوبايه طحينه، ربع كوبايه طحينه، ومعلقه كبيره توم مفروم. انا طبعا مفرزاه معاكم في القناه يا حبايب قلبي. يبقى معلقه كبيره توم مفروم من اللي انا مفرزاه. ولو ما عندكيش كده راس توم كده وقشريها واضربيها على ايدك في الهون او في الهراسه براحتك. وعليهم ليمونتين كبار عصراهم، ليمونتين ثلاثه، بس انا صراحه للامانه حاطه ليمونتين كبار عصراهم زي ما انتم شايفين كده. وهحط كمان عشان الفلفل ده حراق قوي، هحط دي معلقه ايه صغيره كده مليانه بس. ده طبعا للي حابب، لانه بيدي طعم حلو ولون حلو وبيبقى مشطشط كده وجميل. لو انت حابه، مش حابه خلاص. يجي نص معلقه كمون، ونص معلقه كزبره ناشفه. يبقى نص معلقه كمون، نص معلقه كزبره ناشفه، ماشي، نص معلقه صغيره، نص معلقه صغيره، وشويه ملح، وهحتاج سنه تانية هبقى احط، وربع كوبايه خل، وربع كوبايه طحينه، وقلنا معلقه كبيره توم، وربع كوبايه ميه سخنه كده. بس انا بدل ما احطها ايه يعني من الكوبايه على طول، قلت استغل كده ايه واخد بواقي ايه الطحينه. الطحينه دلوقتي بنجيبها ب 100 جنيه سايبه يا جماعه، فلازم تحافظي على ايه مكوناتك وتاخدي كل المستخلص منها. شويه شايفين بقى، اوريكم بقى الفرق بين طبعا الشبت معروف والبقدونس معروف. خدت شويه شبت وشويه بقدونس وغسلتهم وقطعتهم زي ما انتم شايفين، وهضربهم في الكبه مع الثوم والخل والملح والكمون والطحينه. كل المقادير اللي حطيناها الاول مع بعض يا حبايب قلبي، والكزبره وشويه الميه اللي قلنا عليهم، هنحطهم مع بعض ونضربهم بقى كده بالكبه حلو كده خالص. وحطينا زي ما شفتوا كده الفلفل الاحمر معلقه صغيره، طعمها خرافه. لقيتها محتاجه سنه ملح، رحت حطيت، مش مشكله خالص خالص خالص، انت ظبطي ملحك. نجيب بقى البتنجانه. الله الله الله، خلاص بقى استوت بقى على كل الجناب بتاعتها بقى، خلاص اتهرت واستوت ومن جوه جميله، لان انا مخليه النار هاديه خالص فاستوت.
هسيبها ده تبرد والمفروض اقشرها، لكن انا بقى مستعجله صراحه زي ما انتم شايفين، كنت ايه جنبها حاطه لحم وحله وبسلق فراخ وبعمل اكل، فانا كنت مستعجله فقلت اعملها واخلص منها واشيلها واركنها على جنب. لكن انت عشان بس ما تتلسعيش استني لما تبرد عشان تشيلي الجلد بمنتهى الايه سهوله. انا زي ما انتم شايفين هي لسه دافيه او لسه جايباها من على النار، بس بمنتهى السهوله زي ما انتم شايفين كده. هو ما رضيتش اقطع اي حاجه، سبت المقطع طويل زي ما هو عشان ما اقطعش اي حاجه، عشان تقولوا لي الموضوع سهل وبسيط ازاي. بصوا بقى، قطعت الراس بتاعتها وقشرتها بمنتهى السهوله زي ما انتم شايفين كده. والجلده اللي تلاقي فيها حته شيليها بالمعلقه، شيليها بالسكينه وخديها خساره. لكن هي يعني ما تعبتنيش خالص خالص خالص، زي ما انتم شايفين كده اهوت بسهوله جدا بتقشريها. هي مستويه وزي الزبده، بسم الله ما شاء الله. في الاعاده افاده يا حبايب قلبي، معلقه صغيره فلفل احمر شطيطه ضرباه في الكبه، او الهرسه اللي بتبقى موجوده عندك حبيبه قلبي، معلقه صغيره، ونصها كمون، ونصها كزبره ناشفه، ومعلقه توم كبيره، وربع كوبايه خل، وربع كوبايه طحينه، وشويه ملح ابيض. وايه تاني يا حبايب قلبي؟ خل وطحينه وتوم وملح وكمون وكزبره وفلفل، وشويه ميه دافين، قلنا يجي ربع كوبايه ميه سخنه ولا حاجه. وضربنا ده كله في بعض مع عودين كده شبت على عودين بقدونس. هنعمل ايه بقى بعد ما نقشرها؟ زي ما انتم شايفين كده بقت زبده وزي الفل ومتقشره اهي، بوريكي يمين وشمال. اهرسيها بالشوكه وتحطي كله، يعني ممكن تهرسيها بالشوكه كده وتحطي عليها الخليط وتقلبيها وخلاص. وممكن زي ما انت شايفه كده اهو رجعتها للكبه تاني، هضربها ضربه خفيفه. يعني لو انت عايزاها بقى ناعمه وكريمه قوي، كريمي قوي، ممكن تضربيه جامد قوي ويبقى كريمي خالص. بس انا حابه ان انا يبقى فيها حتت حتت وحبيبات، يعني انا حابه ان احس كده بطعم بتنجان كده وحبيبات كده. فمش هضربها كتير، هضربها للقوام اللي انتوا هتشوفوه ده. فدي حاجه ترجع لك، عايزه تضربيها اكتر من كده اضربيها، عايزه تخليها زي ما انا شايفه، انا شايفاها كده جميله وزي الفل. 100 فل و14 والف هنا وشفا على كل اللي اكل. اقسم بالله يعني عندي بناتي بقول واو واو واو، كل ما ياكلوا منها تحفه يا ماما، تحفه يا ماما. وهتبقى الطريقه المعتمده باذن الله عندكم لو جربتوها. وجربي مش هتخسري حاجه، دلوقتي الزيت غالي، فانت مش محتاجه ان انت اكتر من ان انت بدل ما تقليه بتنجان هتقليه ومش هيبقى بالطعامه دي ولا بالفايده دي، لان طبعا المشوي طبعا افيد من ان هو تقليه في زيت ودهون والكلام ده كله ويبقى تقيل على المعده. فانت يعني بتضربي عصفورين بحجر، ان هي حاجه كده جميله وطعمه ومش مكلفه، لان انت مش هتقليها في زيت كتير والكلام ده كله. حابه تحطي زيت ذره زي حالاتي، انا بحب احط كده رشه زيت ذره من على الوش. انت حابه تحطي زيت زيتون براحتك، يعني في ناس بتحط زيت زيتون، بس انا واولادي صراحه ما بنحبش زيت الزيتون، فحطيت شويه زيت ذره زي ما انتم شايفين كده. واعمل لها بقى ايه كده شويه بقدونس كده صغيرين، هقطعهم كده صغيرين واحطهم كده على الوش زي ما احنا بنقول ايه ديكوريشن، يعني نعمل لها منظر كده. يعني البقدونس مفيد ومغذي وطعم، واحنا حاطين جواها بقدونس، بس احنا بس نعمل كده ديكوريشن كده، او يعني شكل كده جمالي، لان بيقول لك العين بتاكل قبل الايه، قبل البق. فيا رب لو عجبتكم ما تنسوش اللايك، انا بحبكم في الله. ولو وصلتوا لهنا صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. ولايك يا جماعه، اللايك ولا يعني ولا بيعض، وهو الاشتراك وببلاش ومش بكلف، وجبر خواطر على الله. وبتمنى ان يعني كل اللي بقدمه بيعجبكم. ولو عجبتكم ما تنسونيش في التعليقات الجميله الحلوه اللي بتشجعني. ولا بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.